قبل ما اتكلم على تريكا وعلى التصريحات اللي قالها في ماتش تشيلسي او ما قبل ماتش تشيلسي، في عندي حاجتين مهمين لازم اتكلم عنهم، وهناخد اول حاجه بس نخلي الحاجه التانية للاخر خالص عشان دي هتبقى كبيره شويه، ودي هيبقى فيها ملخص حاجات كتير. اول حاجه، الراجل لما بدا يتكلم على تشيلسي، قبلها الراجل كان متكلم على مانشستر سيتي لما كان عندها مشاكل في دوري ابطال اوروبا، ارسنال لما كان عندها مشاكل وبدات تتحسن، وزي ما انتقد هنا بدا يتكلم هنا كويس. اتكلم على برشلونه وعلى تشافي والفتره السيئه اللي مرت بيها برشلونه الفتره اللي فاتت وما زالت لسه بتفوق منها. اتكلم على كل الفرق، يعني هو ما سابش فريق معين. ليفربول لما عندها مشاكل السنه اللي فاتت واللي قبلها، وقال ليفربول ما عالجتش النقط دي والمشاكل دي، يورجن كلوب لو ما عالجش النقط دي والمشاكل دي ليفربول الدنيا مش هتبقى احسن حاجه عندها. في بقى سؤال جه طرح مهم جدا، هل ابو تريكه يقدر ينتقد باريس سان جيرمان؟ تمام، احنا عندنا جوجل او يوتيوب، هنخش نعمل سيرش ونكتب كذا 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 اللي احنا عايزينه هنلاقيه. ابو تريكه طلع اتكلم على باريس سان جيرمان بدل مره، اتكلم واحد واثنين وثلاثه واربعه، اتكلم السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها. وضع باريس سان جيرمان مختلف عن تشيلسي ليه في الكلام اللي هنقوله اللي جاي ده. باريس سان جيرمان اتكلم على التكتيك بتاع المدرب، المشاكل اللي عند المدرب وكده. ليه؟ لان الفرقه انت عندك مليانه نجوم، هي الفرقه كلها نجوم اساسا، فانت مش محتاج برضو اعجاز كوني، يعني انت محتاج حاجه بسيطه تظبط بيها الكيمياء بين اللعيبه وهتطلع احسن نتيجه. بس الكلام ده كان قبل بقى ميسي يمشي ونيمار يمشي والقصص دي. فاحنا بنتكلم النقطه المهمه ايه، ان هو الراجل عشان شغال في بي ان سبورت مش هيقدر ينتقد باريس سان جيرمان، لا هو الراجل اتكلم عنهم وزي ما اتكلم عن تشيلسي وزي ما اتكلم عن كله. موضوع تشيلسي افور ليه؟ لان الراجل قال رايه والناس مش عايزه تسمع اراء. وعلى فكره هو الموضوع دخل فيه كذا طرف، مش طرف واحد، داخل فيه جمهور الاهلي على الزمالك على مش عارف مين على جمهور الليفربول على مش عارف تشيلسي وكده. بس هو ده اللي عمل الضجه الكبيره والحوارات دي كلها. تمام، هو الراجل اتكلم طلع قال 1 2 3، الناس تفهم وتسمع هو الراجل قال ايه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا ولا طالع ادافع عن ابو تريكه ولا، لان الراجل ده مش محتاج حد يدافع عنه، يعني انا طالع اوضح بس اقول ان هو الراجل قال رايه. والحاجه الثانيه اللي انا ماجلها للاخر دي اتقالت برده وما حدش اتكلم. يعني ابو تريكه قال ان هم فرقه المليار وكله تمام وكل حاجه. هل انتوا شايفين ان هو فكره ان تشيلسي تجيب اللعيبه دي كلها بالارقام دي كلها ده صح؟ ده مش صح. ليه؟ لان انت بتبتدي بفريقك بمدرب جديد، بتبتدي تحط النقط على الحروف. انا محتاج في كل خط لعيب او لاعبين، فانا المفروض اعمل ايه؟ اجيب لكل خط لعيبه او لاعبين. مش هروح اجيب كميه اللعيبه دي كلها وممكن ابوظ لعيبه غصب عني، لعيبه ما تلعبش، يحصل مشاكل على حسب بقى خبره المدرب اللي ماسك. دي نقطه اساسا. بجيب فرقه، بمسك الفرقه، ببتدي اعزز كل خط من خطوط الفرقه بلعيب، لعيب او اتنين. تمام، وابتدي بقى على مدار الموسم اللي عند انتقالات الصيف الشتويه، ابتدي على مدار الموسم اشوف اللعيبه دي هتعمل معايا ايه. لا ده هيأثر معايا، لا انا محتاج هنا فعلا ممكن يكون عندي لعيبه بره ما خدتش فرصه السنه اللي فاتت تقدر تثبت نفسها وكده. لكن مش كل سنه يا جماعه نيجي نشجع فرقه. صحابي بيقولوا لي احنا بنشجع لعيبه غير اللعيبه بتاعت السنه اللي فاتت غير اللي قبلها. الموضوع مش مفهوم. فهو الراجل انتقد على اساس انت عمال تشتري في لعيبه وخزنت وجمعت اللعيبه كلها في فرقه واحده، وبعدين انت هتلعب كل دول؟ والله ما هتلعبهم، هتقعد تلعبهم ماتش ماتشين واللي هيثبت نفسه والباقي هيقعد بره، وهتلاقي بقى الروتيشن ملخبط وكده، لان انت جايب لعيبه كلها عايز تثبت نفسها بطريقه معينه وكله جاي جديد، فمش هتلاقي فيه نظام خالص في الفريق. والله اعلم. يعني ولما قال احنا هنجمع الناس اللي في استوديو واللاعب تشيلسي ويكسب، يا جماعه هو يعني وعادي الراجل بيقول رايه، هو احنا بنقول راينا واي حد بيقول رايه بالذات في الكوره، وكل لازم يسمع من بعض وعادي ننتقد بعض، مش هجوم بقى ونتخانق ونتكلم وكده. الموضوع بيمشي بسلاسه عن كده بكتير. في بقى نقطه ما حدش شافها، والنقطه المهمه اللي ما حدش اتكلم عنها ولا حد جاب سيرتها. جيم كاريجر وجاري نيفل في برنامج من 7 ايام في الوقت اللي ابو تريكه اتكلم فيه عن تشيلسي قالوا نفس الكلام ده عن تشيلسي. يعني مش نفس الكلام قوي بس اتكلموا عن تشيلسي، يعني قالوا على نفس الكلام. ليه بقى ما حدش جاب سيرتهم؟ ما حدش طلع انتقادهم؟ ما حدش قال ده عملوا 1 2 3 وكده؟ عندكم يوتيوب والسيرش وعيشوا حياتكم وتشوفوا ان هو الراجل اتكلم هو وجاري نيفل، وكان معاه مذيعه كده ما اعرفش شكلها ايه ولا اسمها ايه دي غير بتاع سكاي سبورتس، طلعوا اتكلموا وقالوا نفس الكلام على ايه؟ على تشيلسي عاملاه وكده. فهل الناس دي ملايكه وابو تريكه اللي غلط؟ لا، ابو تريكه الراجل طلع قال رايه، والناس التانية لما بيقولوا رايهم يقعدوا يهزروا ويضحكوا. طبعا بنشوف ميكا ريتشاردز وهنري والحاجات دي في سكاي سبورتس يقعدوا يهزروا ويتشقلبوا ويتريقوا على اي حد واي حاجه، محدش بيتكلم.
الناس تقعد تضحك وتشير فيديوز بتاعتهم وخلاص. لكن لما ابو تريكه او اي حد من الوطن العربي هيتكلم خلاص، وبعدين بقى ابو تريكه محلل تعبان، بقى ابو تريكه مش عارف ايه، بقى يا عم الراجل بيقول نقط حلو، والراجل ده بيقول نقط كويسه، والراجل ده عيوب وانا ليا عيوب وانت ليك عيوب، وكل واحد ليه عيوبه. يعني يا جماعه مش هينفع نقف لكل بعض على واحده يعني. الراجل قال رأيه، ولما تشيلسي تظبط دنيتها وحالها وكل حاجه هتلاقي ابو تريكه هو بنفسه تمام طالع بيدافع عنهم، وطالع بيقول الناس دي اشتغلت وعملت 1 2 3. معكم مصطفى خليفه برنامج جول. ما تنساش تديني رايك في الكومنتس تحت، اللايك والشير، لو سمحت يعني سبسكرايب. ان شاء الله راجعين اقوى، هنقدم حاجات جميله الفتره الجايه وحشتوني والله العظيم.